السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم ان شاء الله تسمعوا مين في ليالي الامتحان، وهل ينفع في كل مادة اسمع اكتر من مدرس في ليالي الامتحان ولا لا؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده نبتدي بمادة زي العربي. هتسمع مين فيها في ليالي الامتحان وكم مدرس كافي انك تسمعه؟ بصوا يا جماعة، في ليالي الامتحان العربي بالذات اكتر حد ممكن تستفيد منه فعليا هو استاذ رضا الفاروق واستاذ محمد صلاح. الاتنين لازم يتسمعوا. ازاي؟ معرفش وتتصرف والاتنين يتسمعوا، لان افكار استاذ رضا الفاروق بتكون افكار قوية جدا، ساعات الشرح بتكون طويلة فبتكون لما اغلب الجزئيات المهمة اللي في المنهج. استاذ محمد صلاح خرافي 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 في ليالي الامتحان. في دفعتي والدفعات اللي فاتت كل واحد فيهم كان بيعمل ليلة امتحان عملاقة، فانت هتلاقي كمان العربي اول مادة فمعاهم المساحة ان هم يعملوا لك موضوع ليالي الامتحان ده على اعلى مستوى. طيب استاذ بسطها لك هتلاقيه بيعمل لك ايه كالآتي. اول حاجة هتلاقيه بيعمل لك موضوع، لو عندكم تعبير فهتلاقيه بينزل لك فيديو للتعبير شامل كل حاجة. كان عندنا عمل لنا موضوع للتعبير ده شامل كل حاجة، بس التعبير عندنا كان اختيارات. تاني حاجة هتلاقيه بينزل لك شرح تفصيلي للأدب في وقت قليل جدا. عشان كده لو ما معكش الوقت وهتسمع حد في الأدب بين أستاذ رضا الفاروق وأستاذ بسطها لك، اختار أستاذ بسطها لك وانت مغمض، لسبب واحد، هو ان استاذ رضا الفاروق بيطول جدا في الشرح في الادب بيديله مساحته، ولكن استاذ بسطها لك بيقول نفس اللي قاله استاذ رضا الفاروق في وقت قليل. انما مش موضوع جودة شرح، الاتنين جودة شرح ممتازة طبعا ومفيش غبار عليهم، ولكن انت اللي يسعفك في الوقت هو استاذ بسطها لك من غير ما يقل حاجة بجودة الشرح عن استاذ رضا الفاروق. نفس الكلام في النحو، بس في حاجة خد بالك، لو انت شخص مش مذاكر العربي كويس لازم تبقى عارف ان النحو بيبقى مختصر في ليالي الامتحان الى حد ما، وبيبقى ناقصه حاجات في الشرح. يعني عادي وارد ما تلاقيش المكملات مشروحة، فانت تبقى معاك كده ورقة وقلم كاتب فيها كل النحو بتاع تالتة ثانوي ودروس النحو، او معاك الفهرس وتشوف اتشرح ايه وما اتشرحش ايه، واللي ناقص مثلا من استاذ رضا الفاروق تكمله باستاذ بسطها لك والعكس صحيح. طيب نيجي للجزء اللي بعد كده، هتلاقيه بيشرح لك برضو الادب وبيدربك على القراءة المتحررة وعلى النصوص المتحررة، وبيقول لك ان القراءة والنصوص اخر حاجة تحلهم في الامتحان ولازم تدوهم وقتهم في الامتحان، لان القراءة المتحررة اصعب جزء يتحل عليه في تالتة ثانوي واكتر جزء بينقص الطلبة درجات. هيقول لك اضمن درجات النحو، لان النحو اسهل حاجة ممكن تتضمن وابدأ بيها في الامتحان. هتلاقي قصة جميلة بتاعت طه حسين شرحها استاذ عبد الله الشهاوي، تقدر بكل سهولة تسمعها، قصة الايام، ومش هتاخد معاك وقت كبير لو سمعتها منه وهو احسن حد شرحها. عندك جزء زي البلاغة زي ما قلت قبل كده وبقول تاني، استاذ محمد السخاوي الفيديو بتاعه اللي ساعة وربع ده كافي ووافي جدا انك تخش تقفل البلاغة. ده بالنسبة للعربي. نيجي بعد كده ناخدها مواد علمية ولا مواد أدبية. بدأنا بمادة أدبية نكمل مواد أدبية. نيجي بعد كده المادة زي الفرنساوي، وده مش هتكلم فيها كتير. تسمع مين في ليالي الامتحان؟ هتسمع واحد من اتنين مش الاتنين، يا أستاذ خالد، يا ميسيو خالد برسيم، يا ميسيو حسن الجبلاوي. واحد من الاتنين. الفرنساوي مادة سهلة مضمون درجاتها، بعيد عن ان انا ما كنتش بحبها، لان انا ما بحبهاش بس ما بقولش عليها صعب. هي مادة سهلة درجاتها إلى حد ما، المفروض 40 درجة مضمونة بتلم بيهم درجات لتقوية مجموعك في الثانوية العامة. تسمع الشرح بتاع واحد من الاتنين شرحهم كويس جدا، اتنين شرحهم ممتاز جدا. في دفعتنا تقريبا أستاذ حسن الجبلاوي نزل مراجعة، لم المنهج كله تقريبا كان في 12 ساعة، المراجعة كانت شاملة وكافية
وما كانش ناقصها ولا حرف واحد. فانتوا تقدروا تعتمدوا على اللي ده هينزله، سواء ده نزل سواء ده نزل، تقدروا تعتمدوا عليها اعتماد كلي، وتقدر بأمر الله تعالى تخش تقفل المادة. نيجي بعد كده لمادة زي الإنجليزي. الإنجليزي طبعا هتلاقي ناس كتير بتشرح إنجليزي، بس يعني بالنسبة لي موضوع اليوتيوب ده إنك تقول طب بالنسبة لي يعني إلى حد ما مش قوي، يعني كل اللي بيشرحه بالنسبة لي إلى حد ما مش قوي. واحد يقول لي عشان انت شرحت انجليزي، لا وخلاص هي كانت تجربة. وانا لقيت ان شرح مادة زي الانجليزي مادة صعبة، مادة صعبة في الشرح، مش في موضوع المنهج يعني. فمحتاجة طبعا حد متمكن. انا لسه لقيت عندي اغلاط بعد ما رجعت الفيديو، لقيت عندي كلمة زي رين فورست، يعني الغابات المطيرة، لقيت عطاها إز مش ار. فلما أغلط غلطة زي دي، لا أنا محتاج أراجع نفسي أتمكن في المادة عشان أقدر أشرحها، لأن دي ثانوية عامة مش لعبة إن أطلع أغلط في حاجة أو كده. طبعا هي غلطة سهو مش أكتر، بس طبعا جل من لا يسهو. بس ما ينفعش في ثانوية عامة، محدش هيتقبل أعذار حد. مش هيطلع مدرس يغلط وتتحمل أعذاره، لا انت مالكش دعوة. انت ليك ان الشرح يكون شرح كامل، شرح وافي، شرح كافي ومفهوش أخطاء خالص. نيجي للجزء اللي بعد كده. فانت هتسمع مين؟ هتسمع واحد من ثلاثة، يا انجليشاوي يا دكتور انجليش يا أستاذ أحمد طارق عبقري لغة. وأنا بفضل ليالي الامتحان بالذات تتسمع مع دكتور انجليش، لأن أغلب الأفكار اللي بيقولها بتلاقيها في امتحان ثانوية عامة 2024، وده هيحصل بنسبة كبيرة إن شاء الله. ربنا يوفقه يا رب، ويكون توقعاته زي التوقعات اللي اتعملت لدفعتنا أغلبها ما خرجش بره الامتحان. يعني الفكرة نفسها موجودة، مش بالظبط بس الفكرة موجودة. فطبعا تقدر تستفيد من ده. عرفت تسمع انجليشاوي جنبه تمام، ما عرفتش وما فيش وقت او الوقت ضيق وكده، فتسمع دكتور انجليش وتعتمد عليه اعتماد كل بعد ربنا، وكافي ووافي ان شاء الله. نيجي بعد كده لمادة زي الفيزياء، وهنا الكلام ركز لي بقى فيه وطقطق لي ودانك. مادة زي الفيزياء تسمع مين فيها في ليالي الامتحان؟ اولا الأولوية للبابا. من البابا؟ طبعا أستاذ محمد عبد المعبود، هو بابا المجال، وأي حد يقول غير كده فهو ما بيفهمش حاجة. حتى لو أنت اسمع بقى وركز، اسمع وركز، حتى لو أنت طول السنة ما بتفهمش من أستاذ محمد عبد المعبود، أو شايف إنه بيقول أفكار مستويات عليا وأنت مستواك في المادة متوسط، اسمعوا ليالي الامتحان. ليه؟ لأن توقعاته في ليالي الامتحان واغلب الاسئله اللي بيقولها بتكون اسئله مهمه جدا. وفي دفعه 21 ربنا وفقه في اكتر من 3 افكار جم، مش بقول لك جه فكره زيهم في الامتحان، لا جم نصا في الامتحان. فطبعا 3 افكار في الفيزياء فانت وفرتهم، فان هتيجي في امتحان ده بالنسبه لك شيء عظيم جدا، لانه مش بيحصل ان مدرس يقول في النظام الجديد 3 افكار ويجوا بالنص في الامتحان، ده ما عادش بيحصل. طيب هتسمع جنبه حد؟ لازم تسمع جنبه حد، لازم تسمع جنبه حد. هي الاولويه للمركز الاول هو استاذ محمد عبد المعبود، لان شرح وحل وتدريبات واسئله والليله دي كلها تلاقيها موجوده معاه، وتوقعات كمان لافكار الامتحان. لازم تسمع جنبه مين؟ لازم تسمع جنبه دكتور كورلوس. انا برايي دول الاثنين اللي يتسمعوا. ليه دكتور كورلوس في ليالي الامتحان؟ لان دكتور كورلوس بيحل كميه اسئله في ليالي الامتحان بالعبيط. يعني ممكن يخلص لك كتاب في فيديو شرح طويل، تلاقيه بيخلص لك اغلب الافكار او الكتاب كله. في ليالي الامتحان بتاعنا كان معانا اسبوع خلص كتابين، كتاب الامتحان مراجعه نهائيه، وكتاب نيوتن مراجعه نهائيه. حل الكتابين في ليالي الامتحان، ده كان شيء صعب جدا. عشان كده تقريبا مش عارف كان حصل له حاجة مرضية، ولو رجعت للفيديو هتلاقيه كان منزل فيديو صوته رايح خالص وراح المستشفى وكان موال. يعني هو تعب رهيب معانا. فأنا شايف إن الاتنين دول لا غنى عنهم في ليالي امتحان الثانوية العامة.
طيب نيجي بعد كده للكيمياء. الأولوية لمين في الكيمياء في الثانوية العامة؟ بالنسبة لي ليالي الامتحان هي بين قوسين مستر خالد صقر. مستر خالد صقر من الناس الرائعة والمميزة والمتميزة في توقعات ليالي الامتحان. قوي جدا قوي جدا قوي جدا، بيقدر يتوقع الأسئلة أو الأفكار اللي ممكن تجيلك في الامتحان بشكل دقيق جدا. أنا معرفش، عشان برضه زي ما اديته حقه في النقطة دي أدي حق للناس التانية اللي بتشرح في الباقي، أو أقتصر على حاجة يعني، وهي إن مستر خالد صقر أنا ما سمعتش ليالي الامتحان بتاعته غير دفعته، وكان منها توقعات كتير جدا 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 في الامتحان، واغلب الافكار كانت من كتاب الوقف مراجعه نهائيه ما عدا فكره ولا اتنين الامتحان كله. فعشان كده لما قلت كتاب الوافي في امتحان الكيمياء السنه اللي فاتت ناس كتير شتمت فيا وكده، لان الامتحان كتاب الوافي ما جاش منه ولا سؤال. ايوه يا جماعه، انا ذنبي ايه؟ انا قلت لك حل الكتاب احتياطي لان في دفعتنا جه منه اغلب الاسئله، فحذرتك لحاجه. هل انا قلت لك الامتحان كده كده جاي من الوافي؟ ما حصلش، محدش يقدر يمسك عليا حاجه في النقطه دي بالذات يعني. فما علينا، ما بدققش كتير يعني. فانا شايف انك تسمع استاذ خالد صقر في ليالي الامتحان، واكيد لو عمل ليالي الامتحان بتبقى ليالي امتحان قويه جدا. مين تاني؟ استاذ عبد الله الحبشي. عندك برضو استاذ محمد حامد. انا عايز اتكلم بقى في النقطه دي، هتختار استاذ عبد الله الحبشي ولا استاذ محمد حامد؟ بص، لو استاذ عبد الله الحبشي ليالي الامتحان بتاعته كانت زي ليالي الامتحان بتاعت دفعته وهي عباره عن حل شوامل فقط، لا ما تشوفش مستر دكتور عبد الله الحبشي. ليه؟ لان اي حد بيحل شوامل، وانت اكيد حليت شوامل ليالي الامتحان، اكيد حليت شوامل. المنطقي انت بقى متاخر مش متاخر دي مش قصتي، فاكيد انت حليت شوامل. طيب انا دلوقتي ليالي الامتحان دكتور عبد الله الحبشي الحاله الوحيده اللي ما تشوفوش فيها هي ان ليالي الامتحان بتاعته عباره عن حل شوامل فقط. في الحاله دي ما تسمعوش وتسمع توقعات مستر محمد حامد بيعملها كل سنه، توقعات ليالي الامتحان، وبتبقى توقعات مهمه جدا لانه كان في المركز القومي بتاع الامتحانات، فبيبقى عارف كويس جدا. حتى لما كان السؤال بتاع الاكزومرات اختلفوا في 3 ولا 4، هتسمع فيديو فيه قال لك بعد الامتحان هي هتتحسب 3، واسلوبه بصراحه ما كانش الطف حاجه يعني، والناس اتضايقت منه في الكومنتس، بس هو كلامه بيبقى صح عموما يعني، توقعاته بتبقى قيمه جدا. فانا شايف انك لو دكتور عبد الله الحبشي هيحل شوامل بس، فانت تسمع مستر محمد حامد. نيجي للماده اللي بعد كده الا وهي الاحياء. هتسمع مين في ليالي الامتحان الاحياء؟ طبعا الاولويه ورقم واحد هو مستر احمد الجوهري. هتلاقي الموسوعه محمد صالح غالبا، لو ما نزلهاش لحد دلوقتي هتلاقيه منزلها، وهي عندك كان في دفعه من الدفعات الموسوعه نزل اسئله ليالي الامتحان دي، لو نزلها تاني تسمعها. انما لو نزل شرح تجميعي 22 ساعه ولا 27 ساعه، لا ده ما تسمعوش. كده كده هيشرح الشرح الاساسي اللي شرحه اول السنه، فده ما تسمعوش. انما لو هيشرح الأسئلة أو كده فتسمعوا فيها. إنما الأولوية طبعا رقم واحد لمستر أحمد الجوهري، لازم يتسمع معاكم يعني. مستر أحمد الجوهري من الناس اللي ليالي الامتحان بتاعتها بتبقى جامدة بشكل جبار، بشكل جبار. دفعة 21 تقريبا، دفعة 22، دفعة 23، أكيد دفعة 24، فلا غنى عنه بأمانة. دكتور أحمد الجوهري من الدكاترة المميزة جدا جدا في شرح ليالي الامتحان، سواء شرح سواء أسئلة سواء توقعات، أي حاجة هتلاقي دكتور أحمد الجوهري جامد فيه. هو كده كده بالنسبة لي من أحسن الدكاترة يعني. لو اتكلمنا الدكاترة أنا هفاضل بينه وبين دكتور أحمد الرضوان في ليالي الامتحان. أنا معرفش نظام دكتور أحمد الرضوان في ليالي الامتحان، فمش هتكلم عنه نهائي. فلو حد عارف ممكن ينصح زمايله في الكومنتس وكده. بالنسبة لي طبعا زي ما قلت لك دكتور أحمد الجوهري لازم يتسمع. التاني بالنسبة لي هو دكتور محمد أيمن. دكتور محمد أيمن من الناس اللي لازم تتسمع في ليالي الامتحان. ليه؟
كان في دفعة من الدفعات نزل لها، عارفين انتوا الورق ال3D ده؟ نزل ورق 3D كان في، وقام شرح عليه بقى الدعامة كاملة، كانت تقريبا في 3 ساعات، وعمل كده في كل البيبان يعني. وكان الشرح قوي جدا جدا جدا، كانت تقريبا ده أحسن حاجة سمعتها له في ليالي الامتحان، قوية جدا طبعا. تسمع، وكان بيشرح وبعدها يحل على الجزء اللي هو شرحه، وكان الموضوع قوي جدا بصراحة. فأنا شايف إنك تحل الأسئلة معاه، تسمع الشرح معاه. دكتور احمد الجوهري ودكتور محمد ايمن هم الناس اللي تسمعهم. ده انا قلت فيزياء، قلت كيمياء، قلت احياء، قلت كل المواد، لسه الجيولوجيا. طبعا ليالي الامتحان في الجيولوجيا قولا واحدا ما تسمعش غير جيو ماجد امام، ومش هتكلم كتير. جيو ماجد امام دي حاجة أنا بقولها لك يمكن لأول مرة، لو سمعت له ليالي الامتحان وارد وذاكرت وراه وارد جدا تخش تقفل. توقعات ليالي الامتحان قوية جدا، بس خلي بالكم في عيب وحش أوي في جيو ماجد إمام، ألا وهو إنه ممكن بيبقى من كتر الكمية أو الضغط اللي هو فيه، أو عايز يخلص منهج كامل في يومين أو 3، فهو بيحل الأسئلة بيبقى بيحل بسرعة، ففي أسئلة بيحلها غلط. فأنت تبقى مدقق ومركز كويس في الأسئلة اللي جيو ماجد إمام بيحلها. طبعا هو سهو منه جيو ماجد إمام يعني قيمة وقامة في شرح الجيولوجيا، فمحدش يقدر يتكلم ولا يقول لك ما بيعرفش يشرح، ده بيحل غلط، محدش يقدر يقول كده. هي الفكرة بس إنه عايز يسعف الطالب في الوقت، فبيخلص كمية رهيبة. منهج ثانوية عامة جيولوجيا اللي اتاخد في سنة هو بيخلصه في ليالي الامتحان، فغصب عنه بيطلع كام سؤال كده غلط سهو منه. فخلي بالكم إن شاء الله هو يركز وما يكررش أغلاط السنين اللي فاتت. وبس، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.